عبد الحميد البكري ده كمان مش اسمي الحقيقي، ده أول اسم اتنسبت ليه أول مرة لما دخلت السجن. راحوا يدوروا لي في السجلات على ورقة ولا كلمة تثبت أنا مين، ملاقوش. وعلشان تسجل لي سابقة وأدخل السجن كان لازم يدوروا لي على اسم بعد ما عملوا لي فيش وتشبيه. وما تقوليش أنت اسمك إيه الحقيقي، أنا ولا أعرف ليا أب ولا أم ولا عيلة ولا أي حاجة أبدا. بس اللي أنا فاكره كويس المنطقة اللي كنت عايش فيها، الويل. كنت بتنقل من بيت لبيت ومن ايد لايد، دي ترضعني شويه ودي ترضعني شويه، لغايه ما بقى عندي حوالي 5 6 سنين. اللي يسميني حماده واللي يسميني بلبل واللي يسميني حلاوه. ولما ابتديت اسال انا مين ما لقيتش ولا حد عارفني اصلا في الفصل خالص. قعدت بقى اخبط في الدنيا والدنيا تخبط فيا، واتشحطت من الحاره دي للزواق ده، واشتغلت حاجات كتير وانا صغير. بس انا ما كانش عندي طاقه لان اقعد في حته اكتر من اسبوعين 3، لغايه ما كبرت بقى وبقى عندي 16 سنه. كنت جايب مصر شرقها وغربها، بس كنت امشي في الشارع واعدي قدام لجنه كانوا يمسكوني يحطوني في الحجز يجي 3 4 ايام، مع العلم ما عملتش حاجه، معيش بطاقه. وهو ده اللي خلاني اسال نفسي ايه حته الورقه اللي عماله تمرمطني المرمطه السوداء دي. ورحت السجل المدني عشان اعمل بطاقه. قالوا لي عايزين شهاده الميلاد وقسيمه الجواز بتاعت امك وابوك والبطاقه العائليه بتاعت الوالد الله يسامحه بقى. طبعا معيش اي حاجه من دول ولا حتى ورقه بفر عشان اديها له. لحد ما رحت لواد نصاب حبيبي كده ايده تلف في حرير، قال لي ولا يهمك، وراح ضارب لي بطاقه حطيتها في جيبي. حسيت ساعتها ان انا لسه مولود بقى ليا اسم، لدرجه اني كنت بعدي بيها من قدام اللجان واوريهم البطاقه يشوفوها. ومن هنا اتفتح مشوار النصب قدامي. من يوم ما لقيت حته ورقه مضروبه في جيبي بتغير معامله الناس ليا حتى الحكومه، قلت ما بديهاش بقى، اضرب ورق كله. فضربت شهاده اعفاء من الجيش، وضربت ليسانس اداب لغه عربيه، وضربت كمان جواب التعيين، واشتغلت في الصعيد الجواني في بلد بعيد جدا مدرس لغه عربيه. وطبعا ما كنتش محتاج اعرف اشرح ولا حاجه، هو في مدرس بيشرح برضه؟ اهم حاجه في الالياف الدرجات. انا كنت بدي كل العيال 50 من 50، لدرجه اولياء الامور كانوا بيموتوا فيا، يبعتوا لي بط ووز وفراخ وكل خيرات ربنا. لحد اما جالي بقى مفتش من المنطقه التعليميه، قعد رازل عليا وحسيت كده انه بينخر ورايا. قلت ما بديهاش بقى، ومسكت لهم البلد كلها وهجيت. طبعا انت هتقول لي انت بتختار ضحاياك ازاي وكده. شوف حضرتك، النصاب ما يعرفش يعيش الا وسط طماعين وفاسدين، ومفيش ضحيه للنصاب. النصاب هو اللي ضحيه للناس اللي بقول لك عليهم دول. علشان كده كنت ببص للزبون من اول مره اعرفه، كنت ابص له احس في عينه جشع وطمع وشراهه، كنت بقول رزقي قط والحمد لله. غريبه الدوله دي، تسيب اطفال دايرين في الشوارع ياكلوا من الزباله زي القطط والكلاب، ولما يكبروا تقول عليهم مجرمين وتقبض عليهم. انا لما اشتغلت محامي في اسكندريه وفتحت مكتب ليا، كنت بدافع عن ناس مروا بنفس الظروف اللي انا مريت بيها. كنت بجيب لهم براءات واحكام مخففه، كنتش باخد منهم اتعاب. كنت بحس وانا بترافع قدام القاضي ان انا بترافع عن قضيه الناس دي.